قراءة في آيات الكتاب العظيم. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. نستجلي من أنوارها ما يرشدنا إلى الصراط المستقيم. ولفظ اهدنا في الآية الكريمة يفيد أن سعادة العبد في الدنيا والآخرة لا تتحقق إلا بالصراط المستقيم، لنتحقق باليقين وبالسلوك القويم. هناك حقيقة لا مفر منها، وهي أن كل إنسان له أخطاء، ولو كشفت أخطاء الناس ما تقاربوا ولا تعايشوا. الدكتور صلاح بعثمان. وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. فيه وقفة مع آية، الجزء السادس. ونتعلم منها ما ينفعنا ويحقق لنا السعادة في الدنيا والآخرة. يوميا على الرسالة. عدنا.